ماما. نعم يا لطفي. صباح الخير اولا. صباح الخير يا ابني. والنبي لو سمحت يا ماما تخيطي لي الزرار ده، احسن فوجئت بيه مقطوع وانا بلبس. هات يا سي لطفي. ها، جبت الابره والفتله معاك؟ اهم يا ماما. امري لله. اخوك اتجوز واختك اتجوزت وانت بس اللي فاضل. محد عارف لك امتى هترسي على بر لاجل مرتاح وتريحنا. يعني عاوزاني اتجوز عشان اللي هتجوزها تخيط لي زرار مقطوع وبس يا ماما؟ يا لطفي يا ابني، لما تبقى معاك ست في البيت هتبقى ورا كل كبيره وصغيره. يعني ما هياش حكايه زرار جاكيته ولا قميص تدور على اللي يخيطه لك وبس، انما العيشه كلها، الحياه يا لطفي يا ابني، اكل وشرب وغسيل ومكوى وصحه ومرض وسفر ومسؤوليه البيت بحالها. هتبقى رامي حملها على مراتك. يعني اللي هتجوزها هتشيل كل ده عني؟ دي وظيفه الست يا لطفي. بس انا مش اي بنت اقدر اتجوزها. اللي تعجبك اتقدم لاهلها. وهي فين اللي تعجبني دي بس يا ماما؟ يا سلام، الدنيا مليانه يا ابني. يا ماما انا ليا شروط خاصه في اللي اختارها علشان اتجوزها. ايه هي الشروط الخاصه دي بقى؟ صباح الخير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا عثمان يا ابني. صباح الخير يا لطفي. اهلا يا ابو عفان. سامعك وانا داخل بتقول ان ليك شروط خاصه في اللي تختارها عشان تتجوزها. والنبي تلحقني يا عثمان يا ابني. شوف اخوك اللي محيرني ومحيرنا كلنا معاه. كويس اللي انت جيت الليله دي تبات عندنا ودخلت علينا واحنا بنتكلم. طب نسمع كلامه الاول يا ماما. نشوف ايه رايه وايه الشروط اللي هو عاوزها. اهو كلام يا عثمان يا ابني، كلام وبيهرب بيه من الجواز. لا والله يا ماما، انا فعلا بحلم بواحده لها مواصفات معينه. طيب ما تقول، يمكن تكون قريبه منك ولا انت جداري. اولا لازم تكون جميله. جميله يعني جميله، واظن محدش يعيبني اذا طلبت ان مراتي اللي هعاشرها العمر كله تكون جميله. طبعا من حقك تكون مراتك جميله، قال له تبقى ماليه عينك باستمرار. ثانيا تكون مثقفه ثقافه ممتازه. يا سيدي الجامعه بتخرج كل سنه آلاف البنات في كل الكليات. عاوز مهندسه يا سيدي، خد مهندسه. عاوز محاميه، خد محاميه. عاوز دكتوره، خد دكتوره. عاوز لا 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 لا، مش حكايه بنت دخلت الجامعه وخدت ليسانس اداب ولا حقوق ولا اقتصاد ولا غيره ولا غير. امال ايه يا لطفي؟ دول بيدخلوا الجامعه عشان ياخدوا شهاده جامعيه تديهم الحق انهم يتوظفوا وياخدوا الدرجه، يعني حكايه ضمان مستقبل وبس. امال انت عاوز ايه؟ انا عاوز واحده مثقفه، ومش مهم ابدا انها تكون دخلت الجامعه. والنبي انت حيرتني يا لطفي يا ابني. هي اللي بتاخد شهادتها من الجامعه ما تبقاش مثقفه؟ يا ماما الثقافه شيء والتعليم شيء تاني، واظن لازم عثمان اخويا يكون عارف اللي انا اقصده كويس. والله ما انا عارف لك حاجه يا سي لطفي. انا عاوز واحده لما اقعد معاها في البيت يوم بحاله نلاقي حاجه نقولها سوا، نلاقي كلام نلتقي عنده احنا الاتنين. هو الكلام بيخلص بين اي واحد ومراته يا لطفي يا ابني؟ اصله ماهوش اي كلام يا ماما. انا مش عاوز اكلمني في الاكل والبيت والاسانسير اللي عطل والميه اللي انقطعت والتاكسي اللي ما رضيش يقف لها وهي راجعه من بره ومتاعب الحياه اللي ما تنتهيش ابدا دي كلها. امال عاوزها تكلمك في ايه بس؟ في كتاب قريته وعجبها وتناقشني فيه، في حته مزيكا سمعتها وعجبتها قامت راحت اشترت الاسطوانه عشان تسمعها لي، تكلمني عن شوقي وافلاطون والمتنبي، عن شوبان وليست ورحمانينوف، وعن شكسبير وموليير وهيمنجواي. عاوزها تكلمني في اخر خبر استغربت له، خبر تكون قريته في اي جريده عربيه او غير عربيه، او تكون سمعته في الراديو من اي محطه عالميه. عاوزها تكلمني عن الارض والسماء والنجوم والبحار والحشرات. يعني عاوزها دايره معارف كامله. مش دايره معارف بالمعنى المفهوم، انما عاوزها واحده تقدر تكلمني في حاجات كتير كتير قوي، ومش مهم يكون دخل الجامعه ابدا. وازاي هتعرف ده كله يا ابني من غير ما تكون دخلت الجامعه؟ الجامعه يا ماما ما بتديش اكتر من المعلومات اللي الطالب بيمتحن فيها عشان ياخد شهاده وبس، انما كل اللي انا بقوله ده لازم يكون اجتهاد شخصي، يعني انسان بيحب المعرفه، عاوز يعرف يقرا كل حاجه، يقوم يعرف كل حاجه. والنبي يا لطفي يا ابني ما انا فاهمه حاجه ابدا. انا فاهم اخويا لطفي يا ماما، هو افنى حياته قرايه واطلاع وخد 2 دكتوراه، وعشان كده انا بعذره، لانه مش لاقي البنت اللي تملى عينه، لانه حاسس انه اكبر بكتير من الوف العقليات اللي بيصادفها. يعني انت معايا يا عثمان؟ بس مستحيل هتلاقي الواحده اللي بالشكل ده يا لطفي، الا اذا كانت راهبه بقى، راهبه في معبد الثقافه. لا ولازم تكون جميله كمان. ازاي هتجمع بين كل ده وبين الجمال؟ اسمعي يا ماما، سيبيه على مهله لحد ما يرسى على البر اللي يريحه. هو حر يا عثمان يا ابني، انا بس بتكلم لاني امه
ونفسي أشوفه زيك وزي كاميليا يا أختكم مرتاح في بيته، ما يحترش في مين يخيط له زرار الجاكيتة. تحب أقول لحضرتك حاجة يا ماما؟ قول يا ابني. أهي اللي هتجوزها دي مثلا عمري ما هطلب منها تخيط لي زرار جاكيت، لأني مش هشترط فيها إنها تعرف تعمل العملية دي. صباح الخير يا أستاذ لطفي. صباح الخير يا مصطفى. في تذكرة دعوة جاية لحضرتك، اتفضل. ميرسي يا مصطفى. لو سمحت حضرتك تمضي لي هنا بالاستلام. طبعا. ودي منين دي بقى؟ نادي الأصدقاء العالميين. تعرف يا أستاذ لطفي إن حضرتك الوحيد في الوزارة اللي بيجيله دعوات من النادي ده؟ ليه؟ محدش غيري جاله دعوة؟ أبدا، دي تالت دعوة بتيجي من النادي ده لحضرتك بس. والله كنت فاكر إن في دعوات بتيجي لأي حد من الزملاء وهم اللي ما بيحبوش. أبدا يا أستاذ لطفي، حضرتك بس اللي بتجيله الدعوة دي، مفيش غيرك. ميرسي يا مصطفى. نادي الأصدقاء العالميين يدعو الأستاذ الدكتور لطفي عبد الرحمن لحفل التعارف الذي يقيمه مساء الأحد القادم الموافق 9 يوليو في تمام الساعة 8. يا خبر، أنا متأسفة أوي يا فندم، متأسفة أوي. ما جراش حاجة يا هانم. ما جراش إزاي بقى؟ الكوباية وقعت من إيدي والجوس اندلق على كم الجاكيتة بتاعت حضرتك. بسيطة ولا يهمك، أنا نشفته بسرعة بمنديلي أهو. أنا أسفة، حقيقي أسفة أوي. سيبينا من الأسف وقولي لي. أفندم، ده تالت استقبال بيعمله النادي من نهار ما انفتح من شهرين، وأنا حضرت الاستقبالين اللي عملهم قبل كده، لكن ما شفتش حضرتك هنا إلا المرة دي. أنا لسه راجعة من زيورخ الجمعة دي. حضرتك كنت في زيورخ؟ بينها وبين جنيف حوالي 1.5 سنة. ما يخلاش الأمر طبعا من زيارة لبرلين للندن، لكن الإقامة الدايمة المرة دي كانت في زيورخ. حضرتك شفت زيورخ؟ جميلة جميلة جميلة، ما أقدرش أقول لحضرتك قد إيه جميلة. ما كنتش عاوز أسيبها أبدا، لكن طبعا الواحد هنا بلده وشغله ومفيش مفر. لأن حضرتك طبعا بتشتغل هنا. أنا الدكتور لطفي عبد الرحمن. دكتور إيه بقى؟ قلب ولا عيون؟ الحقيقة لا قلب ولا عيون. أمراض باطنية؟ ولا باطنية. جراح، قصدي جراحة؟ ولا جراح، قصدي مش جراح. أنف وأذن؟ ولا حنجرة. عظام؟ هو في حد يلاقي حتة عظم النهاردة؟ لازم أمراض نفسية؟ برضه لا. عرفت. طب إيه؟ طبيب أسنان؟ ده أنا بخاف جدا من خلع سنة بسيطة، فما بالك بضرس مثلا. ما فاضلش إلا بقى تخصص واحد. لا ولا بيطري. أمال إيه بقى؟ أنا عندي 2 دكتوراه، الأولى من جامعة أكسفورد. موضوعها؟ العلاقة بين سلوك ونشأتهم منذ الطفولة. ده موضوع نفسي. أنا في الأصل ليسانس آداب تربية وعلم نفس. والدكتوراه التانية؟ من جامعة برلين. وموضوعها؟ موسيقى بيتهوفن قبل الصمم وبعده، بحث مقارن. يا خبر، ده ما فيش علاقة بين الموضوعين بالمرة. المزيكا عندي أهم من أي حاجة تانية في حياتي. كنت بتمنى لو إني عشت في عصر الناس دول وعرفتهم بأشخاصهم وقعدت معاهم وكلمتهم وصادقتهم وعشت اللحظات الفريدة اللي أبدعوا فيها أعمالهم الإنسانية دي. بيتهوفن، شوبان، شوبير، برامز، فرانز ليست، موزار وغيرهم وغيرهم وغيرهم. انت غريب قوي يا دكتور لطفي. حضرتك شايفة كده؟ بالنسبة لي أنا مش غريب، لكن بيتهيألي إنك لازم تكون غريب بالنسبة للسواد الأعظم. ده صحيح يا هانم، وبالتالي لازم تكون تعبان من العالم. حضرتك بتقري نفسي كأنها كتاب مفتوح. على كده حضرتك تعرف ألماني كمان جنب الإنجليزي؟ واستأذن إن أضيف الفرنساوي كمان. غريبة، أنا برضو أعرف ال3 لغات دول، وبرضو أستأذن إني أضيف لهم اللغة الإيطالية. أنا حبيت إيطاليا أوي، بس ما قعدتش فيها كتير، يعني مش أكتر من زيارة. أنا قعدت فيها 1 سنة. مدهش. تعرف مين كمان أقدر أقول إنها صاحبتي؟ يا ترى مين؟ ساجا، فرانسوا ساجا. مدهش. أعجبتك؟ يعني حبيتيها؟ لذيذة، موهوبة.
عندي كل كتبها بإهداء بخطها. عظيم. وداعا أيها الحزن، هل تحبين برامز؟ ابتسامة ما ما أعرفش إيه وإيه وإيه كمان لحد آخر كتبها قليل من الشمس في الماء البارد. ده اتعرض فيلم في مصر الشهرين اللي فات. أنا شفته في باريس بقى قبل ما يوصل لكم طبعا. انت هايلة، انت ممتازة. بتحب المزيكا؟ لما أسمع شوبان لازم أغمض عينيا عشان أشوف مزيكته بعينيا زي ما بسمعها بوداني. غريبة، غريبة جدا. ليه؟ لأن شوبان من أحب الموسيقيين ليا، وكان نفسي أعمل الدكتوراه بتاعتي عنه، إنما أنا فضلت بيتهوفن لأن فيه طرافة أكتر بالنسبة للعاهة اللي أصابته. طبعا الموضوع يبقى أغنى. أنت مدهشة هايلة، أنت زي ما بيقولوا كده لقطة. لكن مش غريبة إن لحد دلوقتي ما عرفتش اسم حضرتك. سيمي. سيمي؟ سامية، وبيندهولي سيمي. وعلى كده حضرتك لفيت العالم. ما فيش بلد في أوروبا ما شفتهاش، وضروري قريت كتير بالأربع لغات اللي قلت لحضرتك إني بجدها. ده غير العربي طبعا. ما دخلتيش الجامعة؟ ما دخلتش جامعة، إنما في فرنسا وفي ألمانيا وجهولي أكتر من دعوة علشان ألقي محاضرات على طلبة الجامعة هناك في أي موضوع أختاره. ونفذتي؟ طبعا، وكان ربنا معايا وسترني في المناقشات. سامية هانم. بيقولوا لي سيمي، أنا تقريبا نسيت اسم سامية ده خالص. سيمي أفندم. تسمحي لي أقول لك حاجة؟ أرجوك. قبل ما أقولها، أو الحقيقة اللي خلاني عاوز أقولها، ملاحظة بسيطة لاحظتها. إيه هي؟ إن مفيش دبلة في صباعك. سكت ليه يا سيمي؟ أرجوك كلمي. لو السجين كسر باب الزنزانة اللي هو فيها، هل معنى كده إنه أصبح حر؟ طبعا لا. ليه؟ لأن الزنزانة مش أكتر من سجن صغير جوه السجن الكبير. أديك قلتها، يعني يخرج من الزنزانة يلاقي الأسوار العالية. أنا مش فاهم حاجة. يعني الدبلة في صباع أي ست تقدر الست دي تقلعها صحيح، لكن هل معنى كده إنها بقت حرة؟ أفهم من كده إن حضرتك سيمي where are you سيمي؟ مين اللي أنت هنا؟ مين اللي بيندهلك ده؟ مين اللي جاي علينا؟ ماي هازبند، جوزي كمال راشد. مين؟ لطفي عبد الرحمن. كمال راشد. ايه ده؟ انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ نعرف بعض؟ بتقولي نعرف بعض يا سيمي؟ دي صداقة عمر. لطفي اهلا يا حبيبي. اهلا يا كمال. اهلا. انما انت ايه اللي لمك على مراتي؟ اقدم لك مراتي يا لطفي، سامية. سيمي صديقي وزميل العمر. انا الحقيقه دلقت على جاكيتته وكوبايه الجوس، اعتذرت له، اتعرفنا، قعدنا نرغي. اما دي فرصه مش معقول. ايوه يا سيدي، وبيعيبوا دايما على المؤلف. اي مؤلف يعمل لقاء زي ده ويقولوا له الصدفة بتلعب دورها في روايتك يا أستاذ. إنما تعالى هنا بقى يا لطفي، أنت إيه أخبارك؟ إحنا بقالنا أكتر من 12 سنة ما تقابلناش، لأني عشت المدة دي كلها في الخارج. بتعمل إيه في الخارج كل ده يا كمال؟ أعمل تجارة، تصدير، استيراد، وكمان اتجوزت سيمي وخدتها معايا. على فكرة إيه؟ دي زيك مجنونة بالأدب والشعر والمزيكا والدراسات والتاريخ والهوسة اللي ملهاش نهاية دي، لدرجة إنها ألقت محاضرات في فرنسا وألمانيا على طلبة الجامعات. أنا فعلا عرفت منها الناحية المضيئة دي من حياتها في الشوية اللي اتكلمناهم مع بعضنا قبل انت ما تيجي. اسمع بقى ما أقول لك. أيوه. أنا المرة دي قاعد في مصر 4 أشهر. عمري ما قعدتها هنا من يوم ما ابتديت أعمالي في الخارج. حق صحيح، أكتر مدة قعدناها في مصر كانت 3 أسابيع. اسمع يا لطفي، أنا مش هسيبك ال4 أشهر دول. لطفي هيعجبك جدا يا سيمي. فلسفة إيه وقراية إيه ومزيكة إيه وعلم واسع إيه، بحر ما بيخلص. العفو يا كمال، مش للدرجة دي. ما أنا عرفت منه يا كمال إنه عمل 2 دكتوراه. ما تستبعديش إنه كمان يعمل دكتوراه 3 في المتنبي مثلا. تعرف أنا هعمل الدكتوراه الجديدة بتاعتي في إيه يا كمال؟ أرجوك قول لي يا وام، قول لي. كيف نجح كمال راشد وأصبح رجل أعمال عالمي. وأضيف إليها كمان حاجة. إيه هي؟ وكيف تزوج الجامعة الجميلة المتنقلة سامية.